السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا شوفوا معايا النهاردة مجموعة من الموديلات اللي احنا ممكن نعملها من اللي هو اللولي البلاستيك. انا كنت وريتكم كل الالوان اللي انا جبتها من اللولي البلاستيك في فيديو المشتريات. تعالوا شوفوا بعد ما عملنا باللولي البلاستيك ده مجموعة من اللطقم اللي هي ممكن تمشي للاطفال. ايه الافكار اللي ممكن نعملها من اللولي البلاستيك بالالوان اللي انا وريتها لكم؟ اول حاجه احنا عملنا من اللولي البلاستيك يعني الشكل ده اللي هو عقد كده من اللولي البلاستيك. استخدمنا هنا اللولي اللي هو الروز والنص التاني من اللولي البلاستيك اللي هو الاسود، وحطينا في النص اللي هو الفيمو العين بالشكل ده كده، وعملنا معاها الحظاظه بتاعتها برضو نصين، نص روز ونص اسود، وحطينا فيها اللي هي الفيمو الوردة ده بالشكل ده، ويكون يعني نستخدم الفيمو اللي هو مناسب مع الشكل، وحطيناه هنا فوق في كف بحيث ان هو يكون طعم الاطفال بالشكل ده كده. ده اول شكل من اللولي البلاستيك. ممكن نعمله سادة بالشكل ده كده اللي هو اللون الروز، برضو بيبقى حلو جدا للاطفال اللون الروز. احنا ممكن نعمله بالشكل ده كده. ممكن كمان نعمل يعني النصين اللي هو اللون الاسود، ونحط فيه اللبني، يعني نص لبني ونص اسود. طبعا احنا بنعمل هنا مقاس العقد ده حوالي 40 سنتي، ونبقى عارفين بقى يعني بنحط شويه كده من اللولي البلاستيك، وبعد كده بنقيس المسافه يعني مثلا 9 سنتي او 10 سنتي، ونحط بعد كده اللعبه اللي احنا نحطها سواء كانت فيمو او اي جزء تاني، وبعد كده نبدأ نحط باقي المسافة من اللولي البلاستيك اللي هو اللون اللبني. وهنا عملنا برضو الانسيال بتاعها بنفس الشكل بتاعها اللي هو نص من اللبني ونص من الاسود، وحاطينه في النص الفيمو اللي هي الوردة دي بالشكل ده كده، بحيث ان هي تكون مناسبة مع اللون اللبني. يعني احنا بنختار الشكل او اللون اللي هو مناسب مع الالوان اللي احنا مستخدمينها من الفيمو بالشكل ده كده، ويبقى ده شكلها النهائي. ده اللي هو طقم للاطفال برضو شكله حلو برضو وشكله شيك. وده الوان تانية لان طبعا احنا كنا عاملين الاسود والابيض، الاسود والاحمر، وقالولنا على الالوان التانية. عملنا اللون البرتقاني بالشكل ده كده، برضو حطينا هنا قطعة من الفيمو البرتقاني وهنا فيمو برتقاني بالشكل ده كده، وحطينا الاتنين في كارت واحد بالشكل ده كده عشان يكون ان هو طقم للاطفال. ممكن ان احنا نعمله ويعني واحده واحده، واحده لولي روز واحده لولي احمر بالشكل ده كده بالتبادل. نعمل برضو نفس المسافه، يعني هنا احنا عاملينه 40 فنعمله هنا 20 وهنا 20، ونحط في النص هنا اللي هي الفيمو الورده بالشكل ده. وعملنا هنا الحظه بتاعته بنفس الشكل برضو، خرزه احمر وخرزه روز، وحطينا في النص اللي هي الورده الفيمو بالشكل ده كده، وده بالشكل النهائي ليه. برضو ده عقد الاطفال حلو برضو شكله حلو. ممكن نعمله على اللون اللي هو البرتقاني في البني بالشكل ده كده، برضو البرتقاني في البني حلو. هنا معاه الفيمو اللي هو باللون السيمون بالشكل ده كده، وحطينا الاتنين مع بعض في كارت واحد بالشكل ده. يبقى ده كمان يعني لون تاني ممكن ان احنا، او فكرة تانية، او ده شكل اللون بعد احنا ما نفذناه للاطفال بالشكل ده كده. ممكن نعمل بقى تداخل الالوان، نغير في الالوان، يعني ممكن ان احنا نستخدم اللون اللي هو الروز واللبني بالشكل ده. ده الروز واللبني وحاطينه في شكل الوردة الابيض ده، برضو مديها منظر حلو. ده شكل برضو. هنا استخدمنا اللي هو الاحمر واللبني بالتبادل كده، وحطينا في النص الوردة اللي هي الزرقاء الفيمو بالشكل ده. فده شكلها برضو احنا ممكن نعمل تداخل الوان، يعني ممكن ان احنا نعمل الوان كتير مع بعضها، ندخل الوان درجات الوان مع بعض زي الشكل ده كده. احنا عملنا هنا الاسود في البرتقاني برضو شكله قيم وحلو برضو، وحطينا هنا في النص اللي هي الفيمو الروز برضو حلوه، مديله منظر حلو برضو، يعني منوراه كده اللي هي الفيمو الروز دي. بدل ما نحط كل مره نفس اللون، لا احنا ممكن نغير ونحط الوان تانية بحيث ان هي تبقى الوان مبهجه للاطفال بالشكل ده. وحطينهم الاتنين في كارت برضو كده لان هو طقم كده للاطفال. هنا برضو استخدمنا الاحمر في البرتقاني بالشكل ده، استخدمنا احمر في برتقاني وحطينا هنا قطعة الفيمو الاحمر دي. وده برضو يعني ستايل تاني او شكل تاني من الالوان اللي احنا مستخدمينها من اللولي البلاستيك اللي انا قلت لكم في فيديو المشتريات.
ممكن نستخدم اللون الاحمر في اللبني بالشكل ده كده، ده الاحمر في اللبني، واستخدمنا معاه اللي هي الفيمو اللي حطيناها في النص كده بالشكل ده كده، وديت اللي هي الحظاظه اللي معاه بالشكل ده. ده برضو ممكن ان احنا نعمله يعني كلونين مع بعض، برضو يبقى شكله حلو ومميز للاطفال. برضو ده شكل تاني للون البلاستيك اللي انا قلت لكم عليه ووريته لكم. ده استخدمنا هنا اللون اللي هو الروز في الاسود، استخدمنا روز في اسود بالشكل ده كده. دي الحظاظه بتاعته بنفس الشكل، وحطينا هنا في النص الفيمو اللي هي الروز بالشكل ده، برضو شكله حلو. اللون الاسود برضو بيحلي القطعه كده، بيخليها حلوه مع اي لون تاني معاها، مع اي لون معاه بيخليه يعني ظاهر كده وشكله حلو. ممكن برضو نستخدم اللون الساده كده، ده برتقاني ساده كده، بحيث ان هو يكون عندنا كل درجات الالوان. ده اللون اللي هو البرتقاني، وحطينا معاه الورده السيمون دي بالشكل ده، يعني ده عقد ومعاه اللي هي الحظه بتاعته بالشكل ده. ممكن نعمله يعني الوان متداخله برضو كده بالشكل ده كده. احنا عاملينه هنا اللون اللي هو البني في الاسود، طبعا احنا ممكن ندخل الاسود اساسي وندخل معاه كل الالوان خرزايه وخرزايه بالشكل ده كده، برضو بيبقى شكله حلو. وحطينا معاه اللي هو اللون السيمون ده، يعني نفتحه شويه كده ونخليه حلو. الورده السيمون دي برضو مفتحه الشكل ومخليها حلو، فاحنا ممكن نعمله بالشكل ده كده برضو. ده تداخل الوان يعني بيخلي منظر القطعه حلو. ممكن برضو نستخدم اللون اللي هو البني ونعمله ساده كده بالشكل ده كده، ده اللون البني، واحنا هنا عملنا معاه الحظاظه بتاعته بنفس الشكل اللي هو البني، وحطينا هنا الورده اللي هي الفسفوري بالشكل ده كده، برضو منوراه ومخليه شكله حلو. احنا ممكن برضو يعني نشوف الشكل الاحسن ايه وبنعمله. برضو ممكن نعمل اللون اللبني، لا طبعا اللون اللبني بيبقى حلو جدا للاطفال، وبيمشي معاهم على لبس كتير، وبيبقوا يعني محتاجين اللون اللبني ده، لازم يكون موجود في الدستة. فاحنا بنعمل برضو اللون اللبني سادة كده بالشكل ده، وعملنا معاه قطعة الفيمو اللي هي الزرقاء دي ماشية معاه برضو، مخليه اللون بتاعه يعني ماشية مع اللون اللبني حلو. وعملنا معاها الحظاظة بتاعته بنفس اللون، وعملنا معاها الوردة الفيمو اللي هي الزرقاء بنفس الشكل كده، وحطيناهم الاتنين في الكارت. فهو كده طقم مع بعض وشكله حلو جدا للأطفال الصغيرين، وبرضو ينفع للكبار. في برضو موديل تاني يعني انا حبيت اوريه لكم بالشكل ده كده، ده موديل برضو من الكريستال، ده موديل من الكريستال اللي هي الكمثرى. استخدمنا هنا كريستال الكمثرى. طب احنا عملناها ازاي؟ دي حظاظه من الكريستال الكمثرى. استخدمنا هنا الكريستال الكمثرى واللولي اللي هو الصغير او المقاس 6، ده مقاس 6 تقريبا. وعملنا هنا حبايه وحبايه، يعني واحده من الكريستاله السمراء اللي هي الكمثرى، وواحده من اللولي مقاس 6 بالتبادل كده، وعملناه يعني حوالي 18 سنتي طوله و18 سنتي، يعني هو خد 10 خرزات من الكريستال الكمثرى، وتقريبا 9 من التاني اللي هو اللولي بالشكل ده كده. برضو شكلها حلو جدا وقيم. وطبعا دي فكرة جديدة ان احنا ازاي نعمل حظاظة او من الكريستال الكمثرى. طبعا احنا ممكن نعمل من العدد احنا عايزينه، دي كلها يعني دي كلها مجموعة انا كنت عاملاها. حبيت اوريها لكم، يعني دي برضو مجموعة كده، ده اللي هو معمولة من الكريستال الكمثرى، وحطينا معاها اللولي مقاس 6. دي مجموعه برضو انا كنت عاملاها. طبعا احنا بنعمل يعني مش يعني اقل حاجه نعمل من موديل دستة فيبقى عندنا كده عشان شغل الجمله. في برضو موديل يعني ده برضو موديل من حلق التفسيره، عملته معاكم على القناه ازاي نعمل الحلق ده من خرز التفسيره. ده الشكل النهائي ليه في الكارت بتاعه، برضو قلت له الكارت ده، والكيسه دي برضو ماشيه معاه مخليه شكله النهائي حلو، برضو بنكيسه بالشكل ده كده بعد ما بنعمله. ده شكله، ده برضو نوع من انواع او موديل من موديلات الخرز التفسيره لو احنا نفذناها حلق.
برضو ده انسيال من خرز التفسيره، وحاطينه هنا في الكيسه والكارت برضو بالشكل ده كده. يعني اي انسيال من اللزوم ممكن نحطه في الكيسه والكارت ده. وطبعا ده الكارت والكيسه اللي انا قلت لكم عليه، جايباهم مع بعض كده، الكارت مع الكيسه بتاعته بالشكل ده. وده الشكل النهائي ليه. طبعا احنا عاملينه هنا 18 سنتي، وحاطين في النص اللعبه زي ما انا قلت لكم قبل كده، وحاطين القفل والزرد بتاعنا من الناحيه، والناحيه التانية الزرده، وكيسناه بالشكل ده. وده الشكل النهائي ليه. ودي فكره بسيطه من خرز التفسيره، ازاي نعمل منه انسيال بطريقه بسيطه. في كمان عندنا الحظاظه العين بالشكل ده كده. ده شكل الحظاظه العين بعد ما احنا حاطينها في الكيسه بتاعتها. وبرده اوريكم، يعني مثلا لو انا وريتكم الحظاظه العين، ده اللي احنا كنت عملتها معاكم برضو على القناه، ازاي نعمل حظاظه العين بالشكل ده كده، وازاي نعمل الرابطه بتاعتها بالشكل ده. وطبعا احنا عاملينها هنا على الكارت الصغير اللي هو بياخد 3 قطع ده، وممكن نحطها على الكارت الكبير اللي هو بياخد دستة كاملة، او ممكن نحطها على الكارت الصغير ده. ده ينفع وده ينفع. فانا حبيت اوريكم برضو شكلها النهائي على الكارت بيكون شكله ايه. ده بالنسبة للموديلات بتاعت النهاردة. يا رب تكون الموديلات بتاع النهاردة كده عجبتكم. ودي بعض الافكار اللي انا كنت وريتها لكم، اللي انا عايزه اوريها لكم من اللي هو اللولي البلاستيك. ازاي نستخدم اللولي البلاستيك، وازاي نعمل تداخل الوان من اللولي البلاستيك في اطقم الاطفال اللي قلت لكم عليها، اللي احنا ممكن نعملها باستخدام الفيمو. ده طبعا بمناسبه العيد، فاحنا ممكن نعمل كل الالوان دي بمناسبه العيد، وتبقى حاجه سهله وغير مكلفه وسهله جدا بالنسبه للمبتدئين. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده من الفيديو. ولو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.